مساء الخير على الجميع. اليوم او اجاني سؤال كلش مهم، هواية يتكرر بشكل خلينا نقول يعني يمكن يوميا اسمع. هل الدراسة البكالوريوس او الماجستير في المانيا باللغة الانجليزية شيء صحيح او خطأ؟ دائما يقول لي انا كلش قوي بالانجليزي واريد اكمل ماجستير بالانجليزي، هل هذا الشيء صحيح لو خطأ؟ انا هسه راح اعطيك انطباعي لشخص دارس في المانيا، وهم في يوم من الايام انحطيت في هذا الموقف وهم سألت نفسي هذا السؤال. انا دارس كل حياتي بالانجليزي، ليش ما اكمل بالانجليزي الماني؟ زين، الجواب القصير راح اقول لك لا، اذا ناوي تدرس بالماني لا تدرس بالانجليزي، ادرس بالالماني، وراح اقول لك ليش. هسه الجواب الطويل. ليش؟ لانه اولا انت ما راح تلقى الاختصاصات اللي مرغوبه في المانيا على مود من تتخرج تشتغل، ما راح تلقيها بالانجليزي، راح تلقاها كلها بالالماني. هذا واحد، يعني معناه الاختصاص الانجليزي لشخص ما الواحد يطلع خارج المانيا يشتغل انترناشونال، يصير يروح دبي، يروح لامريكا، يرجع لبلده الى اخره. لكن هذا الماجستير او البكالوريوس ما مبني انه انت من تتخرج، يعني على الاغلب ما مبني انه من تتخرج تروح تدرس يعني تشتغل بالاسواق الالمانيه. هذا الشيء مو صحيح. زين، راح تقول لي هواي اكو شركات انترناشونال امريكيه وغير امريكيه تريد ناس تحكي انجليزي، صحيح؟ هذا حكي صحيح، بس بنفس الوقت هاي الشركه تريد واحد هم يحكي الماني. ليش؟ لانه اولا هاي الشركه عندها اتصالات مع الدوله الالمانيه، مع الحكومه، عندها اتصالات مع الشركات المحليه، فلازم دول هم يحكون وياهم الماني. فشلون يعني؟ تفتهمني شلون؟ فموضوع انه انت تدرس فقط بالانجليزي شيء مو صحيح، لانه ما راح تتخرج راح تظل تايه، ما تعرف وين تشتغل، لان تبقى لغتك الالمانيه ضعيفه. تفتهمني شلون؟ زين، انت تقول لي مثلا اني ادرس بالانجليزي وبعدين اتعلم الماني. هذا الشيء اني هم اعتبره خطأ. ليش؟ انا اقول لك ليش. انت من راح تدرس ماجستير باللغه الالمانيه او بكالوريوس باللغه الالمانيه، انت راح تتعلم المصطلحات مال اختصاصك باللغه الالمانيه. تفتهمني شلون؟ راح تتعلم كلمات اختصاصك باللغه الالمانيه، بس اذا درست بالانجليزي راح تعرف مصطلحات اختصاصك باللغه الانجليزيه. راح تقول لي مو انا راح ادرس الماني برا وبعدين اتعلم الماني، راح اقول لك صحيح، راح تتعلم الماني برا، بس راح تتعلم الماني عام، شلون تروح بالشارع، شلون تروح للحلاق، شلون تتسوق من السوبر ماركت، بس ما راح تتعلم المصطلحات اللي الخاصه باختصاصك. فمن تروح تشتغل باختصاصك ويقولوا لك مثلا العزم، او يقولوا لك مثلا يعني فد كلمه من اختصاصك انت دارسها بالانجليزي ما تعرفها بالالماني، وكانه انت ما تعرف الماني، لانه انت ما تعرف كلمات اختصاصك باللغه الالمانيه. تفهمني شلون؟ لهذا السبب شكو واحد ناوي يجي يدرس في المانيا، انصحك انه تجي تدرس باللغه الالمانيه، تتعلم الماني وتدرس باللغه الالمانيه على مود تقدر ورا ما تتخرج تشتغل بسهوله جدا. واضح؟ اما اذا انت جاي تدرس وترجع مثلا للعراق او ترجع لسوريا او ترجع لمصر الى اخره، لا، من حقك تدرس انجليزي. اوكي. زين. هسه اكو استثناء واحد من هاي العمليه كلها، بس استثناء واحد. شنو هو؟ اذا انت ناوي تدرس بروجرامر تصير، يعني تشتغل برمجه، يعني مثلا تشتغل باختصاص الجافا، ويب ديفلوبر، جيمنج ديفلوبر الى اخره. هذا الاختصاص الوحيد اذا درسته بالانجليزي او بالالماني ما يفرق، يعني بالعكس، يعني تدرس بالانجليزي وتحكي بس انجليزي، هذا الاختصاص راح يبقى جدا مرغوب في المانيا، لانه اصلا لغات البرمجه
كلها اشتغلت يعني تشتغل على الانجليزي ما تشتغل على الالماني. يعني كله انبوت مثلا اوتبوت الى اخره. انا مو كلش افهم بالبرمجه، لكن هذا الاختصاص ممكن انه انت تدرسه باللغه الانجليزيه. يعني مو شرط تتعلم الماني، تتعلم الماني حتى مستوى مو كلش عالي، ادرس للاي صباي او للبي اينز يعني كافي او صغاشر. بس من تريد تشتغل بالانجليزي انت خريج باللغه الانجليزيه، هذا الموضوع ابدا ما يلعب اي دور، وتقدر تشتغل باللغه الانجليزيه وتلقى كل شيء هواي شغل. على فكره الانفورماتيك هو اكثر اختصاص مرغوب في المانيا يعني حاليا. انا هسه وصلت للنهايه. هذا اللي اريد اقوله عن الاختصاص الانجليزي والالماني، فخليك حذر. تحياتي.